السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني للأخوات اللي طلبوا مني طريقة تركيب الفولاء أو سوتاج تاع الفولاء. يعني أول حاجة على بالكم نأخذ المقاساش على 4 حتى نخيطوا الفصل الصدر تاعنا. نديرو هنايا 20 سنتيمتر. بالنسبة للرقبة راح نديروها كاري. شوفوا نبداو نهبطوا قبل هكذا. هنايا نموذج، هنايا مصغر عفوا، باش نوري الاخوات كيفاش يلصقوا الموديل تاع الفولاء. ندخلوا هنا حوالي 1 سنتيم، تحصلوا على هذا الشكل. هذا الشكل اللي تحب تزيد تفتح في الصدر، يعني لها ذلك. ونبداو نخدموا الفوله يعني كما وريت عزيزاتي. طبعا راح نثنوها 2. شوفوا قلنا نثني هذه السفيفه ونديروا بهذه الطريقه. شوفوا الطريقه هذه كيفاش نخدموا الفوله. ها شوف، صبع يعني نرفعوا به وصبع نشد من تحت، نفس الشيء هكذا. قلت ما ننصحكمش بالطريقه تاع اليد، يعني شويه، يعني ما تخرجش الكونتيتي كبيره. شوفوا نقول لك باش نكون عايزه. شوفوا بعد ما هكذا نجي نخلي اول 1 سم فيها ونجي ندير هذا الشكل نحل قماش زايد هكذا باش نركبو ونخدمها نظيفه هكذا. راح نكملوا بالمثال تاعنا، راح نركب الشكل ونديروا الطريقه تاع التركيب. بعد ما تحصلت شوفوا يعني قالون شوفوا كيفاش نركبوه. على بالكم عندنا صدر، عندنا زوج، عندنا الامامي وعندنا البطانه. نبداو في الامامي. شوفوا كيفاش نلصق، نجيب هذه الطريقه. هذا راه نموذج مصغر. شوفوا عزيزاتي، بسم الله، لصقوه بهذه الطريقه. بسم الله. شوفوا كيفاه ندير. شوفوا من بعد نحى هذاك الزايد. شوفوا هكذا. شوفوا انا نلحق لهذه الزاويه وانا نحبس الراس تاع الابره في القماش، ندخلو ونرفع الرجل وندور بهذه الطريقه. شوفوا بهذه الطريقه. ها نكمل الخياطه نتاعي. شوفوا نزيدوا نفس الشيء. ندير نفس الشيء كي نلحق للزاويه الثانيه، نبيكي ليغوي نخليها في القماش وندور بهذه الطريقه. شوفوا معايا زين. ونرجع نزيد نخيط. دائما ما نسرعوش. ندير بوان داغي باش ما تحليش الكالون. نزيد نفس الشيء
نقص الزائد هذاك ونجيب الجهة الثانية، راح نركب بنفس الطريقة. هاني بعد ما كملت الرقبة نجي للصدر من الأسفل، ندير نفس الطريقة ثاني نفس الشيء، ندير هكذا بوان داغي لازم باسكو باش الحبة هذيك ما تتفتحلناش، ونبدأ نخيط. شوفوا نلحقوا الكوا على النهاية، نبيكي ليغوي ونجي دايره نفس الشيء، وندير هذه الطريقة وندور. نكملوا ساير داير. شوفوا يعني كي تخصكم هذه يعني كي يعود الكالون قليل، هي من المفروض من البدايه نلصق قبل ما نخدمها نلصقهم في بعضها، بصح يعني كي نضطر ويكون بك يعني ما كفانيش ساهله ندير هذه الطريقه فقط، ندير كيما هاك وهكذا. شوفي ندير كيما هاك، ندير هكذا ونكمل نوصلها بهذه. شوفوا نكمل الخياطه. دوكا بعد ما نكمل الخياطه نوريها لكم كيفاش جات، نوريكم الان كيفاش نبطنوها هكذا. شوف بعد ما ركبنا ساير داير يعني سمحوا لي شوفوا الماكينه يعني شويه محتاجه انني نريق البوان. شوفوا البوان تاعها ماهيش مليحه، باش هنا باش نوري لكم برك كيفاش تركبوا. شوفوا هذه البطانه، نحطوا البطانه بهذه الطريقه. شوفوا تحاولوا سورتو اللي تعود مبتدئه تلصق بلي زيبانغل باش تساعدها. شوفوا الطريقه، شوفوا نعطيك الطريقه باش تجيكم هذه الخياطه ما تبانش، يعني بعد كي نقلب ما تعودش خارجه من برا. كيفاش ديروا؟ شوفوا خيطوا من هذه الجهه وتبعوا الخياطه هذه كي تبعي الخياطه هذه راح كي تقلبين بعد كي نقلبوا هذا الصدر ماهوش راح يبان هذيك الخياطه. شوفوا معايا تبعوا بهذه الطريقه، صدقوني ما تندموش. هكذا تبعي الخياطه بهذه الطريقه، ونزيدو ندورو ونزيد نفس الشيء. دائما نراقبوا القماش. درك نقلبها لكم شوفوا كيفاه جات. نكمل نحل لي بانجل هكذا. واش ندير درك نزيد ثاني نفس الشيء نخيطها منا. هاي شويه تسيدي في نزيد نخيط هذه الجهه هكذا هكذا. شويه كماشي هكذا. هنا كملناها سير داير. شوفوا هذا الصدر به الحجم تاعو مصغر، يعني هنا كي نخيط منا ونجي رايح نقلب ما يتقلبليش لانه هنا الحجم تاع الصدر صغير، بينما اذا درتو في تاع ما هنايا على بالك 12 سنتيم تاع الكتف، 12 سنتيم تقدر تخرج لي منها. هنايا شوفي هي ميم با واحد 5 سنتيم ولا 4 سنتيم، انا هذا باش تخرج لي. قلت هنا ندير فتحات هنا في الكوا، هنا وهنا هنا وهنا. خليت انا هذه مفتوحه باش نقدر نقلب. فهمتوا؟ دوكا نقلبوا ونوريكم كيفاش جا. ما قلبت بعد ما قلبت الصدر شوفوا كيفاش طلع، روعه روعه روعه. شوفوا قلبتو وعني وحددتو.
شوفوا واش بقى لي دركا. بقى لي ان شاء الله في ان شاء الله اذا كتب ربي الجزء الثاني. هنا ما قدرتش نكمل لكم لان الماكينه تاع الخياطه ماهيش مريقله، يعني حابه نريقلها الغرزه تاعها ماهيش مليح. ان شاء الله في الفيديو القادم رايحه نوري لكم كيفاش نركبوها في الحجر مع المونش كورباي. ندير لكم مونش كورباي بهذا ثاني بهذا الكالون. هكذا عزيزاتي، اذا خليتكم ان شاء الله في بصحه وعافيه. ما بقى لي الا ان اقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.